يا صباح الورد، يا رب كل المتابعين في صحة وخير. النهاردة هنعمل البسيسة بالمكونات الأصلية بتاعتها، هتطلع معاكي بسيسة متماسكة وطعمها حلو جدا ومميز. تعالوا نسمي بسم الله ونشوف المقادير والطريقة. هنا معايا انا هعمل قلبين بسيسة، قالب مقاس 30 وواحد مقاس 20. لو انت هتعملي مقاس 30 بس هتستخدمي 6 بيضات، معاهم كوباية وربع سكر، مع كوباية وربع سمنة، مع كوباية ونص من اللبن، معاهم من كوبايتين ونص ل3 كوبايات دقيق ذرة على دقيق الابيض العادي، وطبعا بنقسمهم بالتساوي. لازم دقيق الذرة يبقى قد الدقيق العادي، يعني لو انا مثلا هحط كوباية ونص ذرة معاهم كوباية ونص من الدقيق الابيض، فانا هنا هعاير كوباية وربع من الدقيق الذرة معاه كوباية وربع من الدقيق الابيض، وهخلي نص كوباية معايا احتياطي لو لقيت القوام العجين خفيف هبتدي ازود نص الكوبايه دي تدريجيا لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه بالظبط. مع المكونات دي كلها طبعا البيكنج باودر والفانيليا. تعالوا نسمي بسم الله ونشوف الطريقه ازاي. اول حاجه هبتدي احط المواد الجافه كلها مع بعض. انا هنا حطيت 4 كوبايات ونص معايا من الدقيق الابيض على دقيق الذرة، طبعا قسمة بالتساوي. يعني انا هنا معايا كوبايتين وربع دقيق ذرة مع كوبايتين وربع دقيق ابيض، لان انا قلت زي ما قلت لكم هعمل قلبين مش قالب واحد، واحد مقاس 30 والتاني مقاس 20. بعد كده هبتدي اضيف عليهم البيكنج باودر واخلط المواد الجافة لوحدها كده الاول زي ما انتوا شايفين في عجانة لوحدها. وبعد كده هبتدي اجيب الخلاط عشان اخلط فيه المواد السائلة مع بعض. بعد كده هبتدي انزل باللبن كده في الخلاط، وهحط عليه السكر وهضربه كويس جدا مع بعض لحد ما السكر يدوب معايا. بعد كده هبتدي احط عليه بقى البيض، هنزل البيض كده على اللبن وعليهم الفانيليا واضربهم كويس جدا لحد ما الخليط كله يمتزج مع بعضه كويس. يبقى انا كده خلطت المواد الجافة في طبق لوحدها، وعملت هنا برضو المواد السائلة في الخلاط لوحدها. وبعد كده هنبتدي بقى نضيف المواد السائلة على المواد الجافة كده زي ما انتوا شايفين، ونحط في الاخر حاجة خالص السمنة على كل الخليط ده، واقلب الخليط كويس بتاع البسيسة. ما شاء الله بتطلع ريحتها وقوامها وطعمها بجد في منتهى الجمال، متماسكة وفي نفس الوقت طعمها حلو جدا، وهتبقى وصفة للبسيسة ناجحة معاكي. جربيها وان شاء الله هتعجبكم. ده القوام اللي انا عايزاه في الاخر، هو ده القوام المطلوب. هبتدي بقى ادهن القوالب معايا بالزبدة او السمنة، وانزل عليها البسيسة. وانا طبعا قبل ما اشتغل في الوصفة مشغلة الفرن على 180، هتقعد معاكي حوالي تلت ساعة تطلع بالشكل التحفة ده. ما شاء الله كانت ريحتها جميلة جدا، والخلطة طالعة ما شاء الله متماسكة وجميلة وطرية. يا رب النهاردة الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة ومتابعة للصفحة عشان يوصل لكم مني كل جديد. بحبكم جدا في الله. اسيبكم على خير واشوفكم على خير في حفظ الله ورعايته. مع السلامة.